ما يتمموش فقط التكاليف المالية فقط، وإنما الأضرار البيئية وعلى المنطقة. من الناحية السياسية لا أعتقد أن أمريكا تعتقد أن الجزائر كشريك استراتيجي بارتنير استراتيجيك إلى آخره، لا أعتقد ذلك، وهذا الواقع يثبت يعني في نهاية المطاف، وخاصة في ظروف إقليمية تتغير. حتى في قضية الحزب الجمهوري رايح يعني متأثر باللوبي المغربي والمؤيد للمغرب إلى آخره، بالتالي قاعدين يراه ما هم عارفين أصلا كيف. بشأن آخر وفي ثالث هجوم خلال 7 أشهر، جبهة البوليساريو تبنت هجوما بالقذائف على مدينة الإسمارة في الصحراء الغربية. الجبهة وصفت الهجوم بالنوعي وتحدثت عن خسائر بشرية ومادية. الإعلام المغربي أفاد من جهته بأن سلاح الجو المغربي رد على مصدر القصف، وأفادت الصحف بأن الهجوم لم يخلف خسائر. وكانت جبهة البوليساريو قد قصفت مدينة الإسمارة في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل شخص، كما شنت هجوما في نوفمبر الماضي على مدينة المحبس خلال احتفال بالمسيرة الخضراء. الهجوم الجديد جاء بعد يومين على طرح مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لتصنيف الجبهة كجماعة إرهابية. ومعنا حول هذا الموضوع من منطقة قلميم ينضم إلينا ناشط في المجتمع المدني إبراهيم رقيبي. أهلا بك سيد رقيبي. لو تطلعنا بداية على حصيلة هذا الهجوم الجديد على الإسمارة وما الذي استهدفه، وهل تأكد أيضا طبيعة المقذوفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أود أن أتقدم بالشكر إليكم ولطاقمكم لمتابعة الأحداث الواقعة بجنوب المملكة المغربية. ولقد لقد يعني كان لقاء سابق من خلال اعتداءات سابقة على المحبس في 9 من نوفمبر عند الاحتفالات بذكرى عيد المسيرة الخضراء، في اتفاق بين المجلس الجماعي للمحبس وكذلك العديد من القطاعات الوزارية. واليوم 27 من يونيو تعيد كرة جبهة البوليساريو في اعتداء على المدنيين، لكن ولله الحمد لم يسفر على أي خسائر. يعني كل المتتبعين اليوم بناء على الاتفاقيات، خاصه الاتفاق وقف اطلاق النار 1991، على ان الجبهه كل يعني سنه تعمل على هذا النوع من الاعتداءات، وخاصه حينما يكون الاعتداء عسكري على المدنيين يعتبر هذا اعتداء ارهابي. ونحن كساكنه الاقاليم الجنوبيه نطالب المنظمات الدوليه وخاصه مجلس الامن الدولي، والذي جاء في العديد من قراراته ضبط النفس في هذه المنطقه. المغرب لم يسبق له ان هاجم مخيمات تندوف، هذه المره الخامسه. سيد رقيبي، هذا ثالث هجوم في 7 أشهر. في الصحف المغربية دعوات إلى استعادة المغرب المنطقة العازلة، هل هذا مطلب قابل للتطبيق مثل ما حدث مع معبر القرقرات؟ تمام، ما دام ان هذا الخط العازل هو تركت المملكه المغربيه لتحرك بعثه المينورسو لاداء مهمتها في وقف اطلاق النار ومراقبه الجانبين، لكن اليوم اصبح يهدد سلامه المواطنين في المحبس وأسمارة. اكيد على ان اليوم الشعب المغربي يطالب بإعادة هذه المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الهجمات الإرهابية، والتي ليس لها أي مبرر سوى أن المغرب يعني من خلال حشده للعلاقات الدولية بسيادة المملكة على أراضي الجنوب، وكذلك مصداقية وجدية الحكم الذاتي ما جعل من الجزائر. شكرا لك سيد إبراهيم رقيبي، الناشط في المجتمع المدني، كنت معنا من منطقة قلميم. معك أستاذ أبو طالب، ما الذي يحدث في المعرض الدولي؟ كانت هناك تصريحات للرئيس الجزائري تحدث صراحة عن ما وصفه بالتحولات
الاقتصادية في الجزائر والتي يشرف عليها والتي حسبه لا تأتي بالشعارات، لكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية. ثم فجأة يخرج محللون سياسيون مرتبطون بالسلطة يتحدثون عن هذه التحولات. يأتي مسؤولون الكبار ومسؤولون الأوائل لشركة شيفرون، إكسون موبايل، إعادة طرح قضية الغاز الصخري، شراكات مع الجهة الأمريكية وعلاقة جديدة مع أمريكا. ما الذي يحدث بالضبط؟ وعليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يجب أن نحلل الموضوع انطلاقا من الوقائع الاقتصادية ثم من تحليل السياسي. بالنسبة للوقائع الاقتصادية، كان متوقعا منذ أكثر من سنة أن أسعار النفط والغاز ستعود إلى مستوياتها الطبيعية لحظة استقرار الأسواق، وأن الميزانيات الانفجارية غير العقلانية التي يقرها الرئيس تبون بحالة عجز كبيرة هي ميزانيات ستؤرق وستقود إلى حالات من العجز الذي لا يمكن التعامل معه في مستوى مصروفات الدولة. وبالتالي كان لدينا خطان متوازيان، خط يساوي قلة الدولارات التي ستدخل إلى الجزائر، وخط يساوي كثرة المصروفات التي تصرفها الحكومة في الميزانية. وفي الميزانية الأخيرة اتضح ذلك جليا برقم انفجاري يتعدى 120 مليار دولار، ميزه أن 71% منه موجه لميزانية التسيير، يعني للأجور والرواتب وشراء السلم الاجتماعي. 29% منه فقط موجه للاستثمار. أمام الحالات العجز التي كان واضحة للجميع أنها قادمة وأنها ستؤرق المخطط الاقتصادي وستؤرق الفاعل السياسي في الجزائر، تحرك نظام الرئيس تبون باتجاه محاولة الحصول على دولارات بأسرع وقت. للحصول على الدولارات بأسرع وقت كان التباحث مع شركتي شيفرون وإكسون موبايل في مايو 2024، حيث تم التوقيع معهما على أن يشمل بحثهما حقل أهاد بين ورقلة وإليزي الذي يفترض أن فيه مخزونا مؤكدا من احتياط الغاز الصخري، مما يسمح للنظام بالحصول على صادرات غاز صخري كبيرة، وهذه الصادرات هذه يمكنها أن تغطي عجوزات الميزانية. لكن الثمن يعني هناك من قال أن هذا التوجه الثمن سيكون غاليا على الجزائر، يعني نظرا لكل المخاطر حول قضية إنتاج الغاز الصخري. صحيح، الثمن سيكون غاليا وسيكون على الموضوع البيئي سيكون الموضوع صعبا جدا، كما أن الموضوع المتعلق بالسكان. كما تعرف تلك المنطقة هي منطقة تسكنها مجموعات سكانية تنشط داخل بيئتها، ستتأذى حيواناتهم، ستتأذى بيئتهم، ولذلك كما رأينا كان هنالك قسوة شديدة مع الناشطين المعروفين بارتباطهم بقضية الغاز الصخري، مثل محاد قاسمي الذي أمضى 5 سنوات سجنا. الغرض من إعطاء المثل بمحاد قاسمي هو التالي: وأن يفهم جميع المعنيين بقضية الغاز الصخري أن النظام في المرحلة الحالية لن يخوض أي نقاش بخصوصه، على عكس ما طرحه الرئيس تبون في مرحلة سابقة من أنه استغلال الغاز الصخري سيكون عبر نقاش وطني. الآن ما كانش نقاش وطني. سألت لي هذه النقطة بالنسبة لي هذا التوجه، وسمعنا هنا محللين في القنوات الرسمية يتحدثون عن الشراكة، عن توجه جديد نحو الولايات المتحدة الأمريكية، والذين طرحوا الجدل وطرحوا الأسئلة تساءلوا عن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ومع الصين. هل تستطيع الجزائر أن تلعب هذا الدور بحيث أن تكون لها شراكات متوازنة مع روسيا والصين في نفس الوقت مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب؟ تاريخيا الجزائر حرصت على شراكات متوازنة، لم يكن هنالك أي إشكال، كنا قادرين على التعامل مع الطرفين. لكن الذي جاءت به فترة الرئيس تبون هو مجموعة من التصريحات التي تفتقد للاتزان. يعني عندما يقول إن بوتين هو صديق الإنسانية، عندما يقول إننا نريد الخلاص من هيمنة الدولار، عندما يقول إننا نريد الانضمام للبريكس لبدء مرحلة سياسية واقتصادية جديدة في حياة بلادنا. معنى هذا الكلام أنك تستعدي المعسكر الغربي دون أي سبب. كان يمكن أن تذهب إلى البريكس بهدوء بدون أي لافتات إعلانية، بدون توزيع ألقاب يضحك منها من تقبل، يعني من أرسلت إليه. يعني عندما تصف بوتين بأنه صديق الإنسانية راح يضحك عليك، ما فيهاش نقاش. وقد نعم، يعني فكرة واضحة لك. وقد ضحك بوتين وضحك من كان معه عموما، يعني بعد تصريح وزير الخارجية
لافروف كانت واضحة ردا على هذه النقطة. أستاذ سفيان، طيب إذا عندك إضافة تفضل. بعد أن ذهب في أقصى الشرق قرر أن يذهب إلى أقصى الغرب، إلى أمريكا. يعني ليس في هذا السلوك أي يعني معنى للاتزان السياسي. كان يمكن أن تدار الأمور بطريقة أهدى، حتى لو كانت مصلحة الجزائر التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا، ليس في ذلك أي إشكال. يعني يمكن أن نذهب له بهدوء بدون هذه القفزات. يعني أستاذ سفيان شويتر، يعني الكثير من النخبة في الجزائر يعني تتساءل يعني كيف لرئيس يتحدث عن توجهات كبيرة، تغير استراتيجي على المستوى الشراكات الاقتصادية، رؤية جديدة، لكن بدون أي نقاش، لا في البرلمان، لا على مستوى الطبقة السياسية، لا على مستوى الخبراء الاقتصاديين في الجزائر، لا على مستوى الإعلام. يعني لا توجد هذه المعلومات إلا جمل يقولها تبون في نشرة الأخبار والناس تتبع. كيف تنظر إلى هذا النوع من إدارة الشأن العام؟ والله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع. في الحقيقة التساؤل يعني أنت جاوبت على الأقل جزء من التساؤل. هو في نهاية المطاف هو كلام عام، هذا التوجه الاستراتيجي، ولكن ما هي يعني المحتوى هذا التوجه، الآفاق، الثمن إلى آخره. وبالتالي كيف تفتح أنت نقاش في كلام عام، عنوان فقط، عنوان بدون معطيات، بدون شيء. بالإضافة طبيعة النظام السياسي، نظام الحكم، ليس لديك مؤسسات برلمانية حقيقية التي تناقش السياسات، سواء كانت من صلاحيات رئيس الجمهورية والتي عندها تترتب على مستقبل أو أمن القومي للبلد إلى آخره. ليس لديك معارضة، ليس لديك إعلام مستقل في الجزائر، وليس لديك حتى الإعلام ما يسمى في إطار الخدمات يعني المرفق العام، سيرفيس بيبليك، الذي وضع نظام ليس لديه أي نظرة. حتى اللقاء يعني صراحة أنه رئيس جمهورية لدولة ما يستقبل مديرين لشركات، يعني يفترض أنه ما يستقبلهمش. يعني وزير الطاقة ربما يستقبلهم إلى آخره، لكن رئيس دولة هذا يثبت في نهاية المطاف الموقف الضعيف انه رئيس الجمهوريه يستقبل مديرين شركات. يعني المديرين الشركات موجودين في العالم، يعني ينتقلوا يزوروا اعتقد كل اسبوع، ربما عندهم سفر ولا سفرين ولا في الاسبوع للصفقات في العالم، ولا يستقبلوهم رؤساء الدول. رؤساء الدول عندهم اشغال، وكان هناك مديرين لشركات هناك. إذا لا نعرف مضمون ككل الصفقات، لا نعرف مضمون هذه الصفقات. ليس لدينا إعلام وليس لدينا برلمان تطرح هذه الصفقات على مستوى البرلمانيين وتناقش، تسأل الحكومة إلى آخره. لكن من الناحية ضيفك الكريم تقال عن النقطة الاقتصادية، أشار إليها، لأن كل الدراسات تعطي أن المخزون الغاز أولا يثبت بأن الجزائر اقتصادها ما زال ويستمر اقتصاد ريعي، ما عندناش تنوع حقيقة، تنوع اقتصادي من الفلاحة، من المنتوج الصناعي إلى آخره، ليأتي بالعملة الصعبة. وما زلنا نستمر نعول على باطن يعني المعادن الجزائري، وهذا ما أدى إلى سفير الجزائر في واشنطن الذي عرض، رغم أنه ولا واحد سمع به في أمريكا، ربما بعض من لي بلوج، من حتى مواقع أو صحافة CNN ولا واشنطن بوست أو نيويورك تايمز، بلوج اللي سرد ما هو أنه يعرض على أمريكا كل ما يسمى بالأراضي يعني الغنية للجزائر، وبدون، يعني قال أعطى مثال السماء إلى آخره، بدون محدودية إلى آخره. ولكن الواقع يثبت أنه أمريكا اعتقد أنه أمريكا لا تهتم بالجزائر بما عدا أمور متعلقة بالامور العسكريه، الامن، للحفاظ على مصالح الولايات المتحده الامريكيه في افريقيا وفي حوض البحر المتوسط فقط. تعرف ان كل اداره، وهذا تقليد ويطبق حتى في بعض الدول، ان الاداره الجديده تعين سفراء جدد للدول اللي تعتبرهم من الدول الشركاء ومهتمين بالاداره. الى يومنا هذا ما زالت هذه السفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز الحد، يعني لكل الدبلوماسيين يتغيروا ما يطولوش إلى آخره. هذا من جهة لا توجد هناك علاقات، يعني ما تشوفش هناك اتصالات من وزير الخارجية الأمريكي بنظيره الجزائري، لا توجد. يعني ما يسمى يعني العلاقة الاستراتيجية، يعني
لا توجد، فقط حتى يجيك جنرال، اخر شيء يجيك جنرال وموش جنرال القائد الاركان العامه للجيش، يجيك جنرال تاع افراكوم يعني فرع الى اخره، اللي يستقبل يديروا بروتوكولات لي ويشار اليها في الموقع الرسمي للحفاظ، مشاركه الجيش الوطني الشعبي للحفاظ على المصالح الامريكيه في الحوض المتوسط وافريقيا الى اخره. وتعرف انه حتى موقف السفير الجزائر في واشنطن يتكلم عن هذا الموضوع، تفهم انه محتاجين لامريكا ان تنتبه اليهم، ولكن لا يوجد هناك انتباه. هذا من جهه. من جهه ثانيه، اذا اعتقدوا خاصه اتمنى ان هذه السلطه تعرف تراجع، لان يبدو لي ان الزمن توقف عندهم، هم من السبعينات والثمانينات وربما بدايه التسعينات، ان الحزب الجمهوري الحاكم سواء على مستوى البيت الابيض او على الغرفتين اللي يشكلن الكونغرس الامريكي هم على الحزب الى يومنا هذا، الحزب الجمهوري الى اخره. الحزب الجمهوري لم يبقى الشركات البتروليه الامريكيه كما كان في السابق تؤثر في هذا الحزب. الآن هناك الإنجيليين الإيفانجيليست هم الأكثر تأثيرا في الحزب الجمهوري، وحتى في اختيار يعني النخبة الانتخابية أو الهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الاختيار، القول أنه ربما نعرض هذه الشركات إلى آخره ربما سيدافعون على المنظومة الحكم إلى آخره، أعتقد هذا يعني رهان خاسر إذا اختاروا. إذن الآن من الناحية الاقتصادية النظام مازال مبني على الريع. دراسات تثبت بأن المخزون الغاز الطبيعي للجزائر بدأ ينحدر، يعني ينقص، وأعتقد أنه حتى الدراسات قالت أنه تأتي سنوات أنه تصبح الجزائر يعني الإنتاج تاعها فقط ربما للاستهلاك الوطني المحلي، يعني قادرة لتصديره للخارج، وبالتالي البحث عن الغاز الصخري بما يتمنوش فقط التكاليف الماليه فقط، وانما الاضرار البيئيه وعلى المنطقه. من الناحيه السياسيه لا اعتقد ان امريكا تعتقد ان الجزائر كشريك استراتيجي، بارتنير استراتيجيك الى اخره، لا اعتقد ذلك، وهذا الواقع يثبت يعني في نهايه المطاف، وخاصه في ظروف اقليميه تتغير. حتى في قضية الحزب الجمهوري رايح يعني متأثر باللوب المغربي والمؤيد للمغرب إلى آخره، بالتالي قاعدين يراه ما هم عارفين أصلا كيف تراهن يعني طيب